اسمع كده معايا التعليق ده. هذا عثمان ديمبلي لو يحط عقله في راسه، لو يفكر ويلعب بإمكانياته وبكورته وبموهبته اللي أعطاها له ربي، هذا النجم سيكون سوبر ستار في العالم. فيق 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 يا عثمان يا ديمبلي. طيب هل انا لو كنت وريتك الصورة ديت من موسمين او 3 مواسم وكنت قلت لك ان عثمان ديمبلي هيحقق دوري الابطال والبالون دور قبل مبابي، كنت هتصدق ولا لا؟ لكن الحقيقة ان هو ده فعلا اللي حصل، ودي حاجة تثبت لنا ان الموهبة والمهارة مش كل حاجة، لازم البني ادم يشتغل على نفسه علشان يطلع احسن ما عنده، وده اللي عمله عثمان ديمبلي بعد سلسلة طويلة جدا من الاصابات. واصاباته كانت كتيرة جدا، والاصابات حرفيا كانت هتنهي مسيرته. تقريبا عثمان ديمبلي كان مع برشلونة بيتصاب كل اثنين وخميس، لكن يقرر ان هو يطلع من برشلونة ويروح على باريس سان جيرمان في صفقة غريبة انا نفسي كمشجع استغربتها. لكن عثمان ديمبلي يطلع على باريس من هنا ويتحول وينفجر من هنا. وخوان لابورتا فكر كده ان هو ضحك على ناصر الخليفي ولبسه في 50 مليون يورو على الارض. حرفيا بيعمل كل حاجة وبيلعب في ال3 مراكز الهجومية الأمامية، ومزعج بطريقة رهيبة، سريع ومهاري وخفيف، وبيقدر يسجل باليمين وبالشمال، وبيصنع وبيعمل كل حاجة في الكرة حرفيا مع باريس. هو ده عثمان ديمبلي اللي عمال يتنطط مع باريس ومكسر الدنيا. هو نفسه عثمان ديمبلي اللي كان كل ماتشين 3 مع برشلونة بيتصاب علشان يلعب مع باريس إجمالي موسمين 134 مباراة، سجل 60 هدف وصنع 42، يعني مساهم ب 102 هدف في 134 مباراة، وكان سبب أساسي في تتويج باريس سان جيرمان بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخهم، وإن في نهاية الموسم يحقق البالون دور. حرفيا المثال الحي لعثمان ديمبلي إن يطبق عليه مقولة إنه لاعب رجع من الموت حرفيا.